السلام عليكم. أريد أن أرى هذا المقطع في كل مجموعات الفيسبوك والواتساب، وشاركوه مع كل من تعرفونهم وتحبونهم، وجعله الله في ميزان حسناتكم. أنصتوا يا عباد الله، أنصتوا إلى النهاية. لا تنصت بآذانك هذه المرة، بل جرب أن تسمعني بقلبك. مرت مريم بنت عمران بموقف عصيب، فماذا قيل لها؟ كلي واشربي وقري عينا. عندما تكثر ذنوبنا، ماذا يقول الله عز وجل لنا؟ لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من روح الله. وفي الحديث القدسي قال: فاستغفروني أغفر لكم. ماذا قال شعيب لموسى؟ قال له: لا تخف. وماذا قال حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام لصديقه أبي بكر؟ قال له: لا تحزن، إن الله معنا. نستفيد هنا أنه في حالة الأزمات الكل ينشر كلمات الخير والإطمئنان. الرسول كانوا يريدون قتله، وهو يقول لصديقه: لا تحزن، إن الله معنا، لأنهم ببساطة يدركون عظمة الله عز وجل، يعلمون أن الله لن يتركهم في الشدة. لذلك أنا أرجوك، انشر كلمات الخير والإطمئنان في نفوس البشر، فالقلق والخوف كافيان لوحدهما للقضاء على الإنسان. وتذكر أنه في المواقف الصعبة وفي ساعات القلق والحزن يظهر معدن الإنسان. فلهذا لا تنتظر من الآخر أن يبادر، بل كن أنت صاحب الكلمات الطيبة الجميلة، ولا تكن ذاك الشخص الذي يخيف الناس. فأرى الكثير من الكلمات التي تروج حاليا: إذا مت لن يقرأوا عليك القرآن، ولن يقوموا بدفنك، وكذا وكذا وكذا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من مات في الطاعون فهو شهيد. نحن مسلمون، فلماذا نخاف من شيء قد كتبه الله لنا؟ فلا تخف، ولكن في نفس الوقت قم باحتياطاتك. بمعنى مجازي، لا تقل الأعمار بيد الله ثم تنتحر. عليك أن تقوم بالأسباب لكي تحمي نفسك من الطاعون، لأنه جسدك، وجسدك وحياتك أمانة من الله لكي تحافظ عليها، لكي تقوم بالخير وتساعد الناس بها. فلا تأخذ الأمور بالاستهزاء، وفي نفس الوقت لا تخف ولا تحزن، إن الله معنا. وتذكر هذه الكلمة: كلنا سنموت، من لم يمت بوباء سيموت بأشياء أخرى. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لذلك إذا كان من الواجب أن نخاف، فمن الأجدر أن نخاف من ذنوبنا يوم الحساب. وخذها نصيحة من أخيك: كل الأبواب قد أغلقت، أبواب المساجد والمدارس والجامعات والأسواق، وباب التوبة ما زال مفتوحا. فلا تجعل الشيطان يمنعك من هذا الباب، لأنه باب ربك الذي خلقك. وتذكر أن هذا المقطع لم يصلك صدفة، فأنا أيضا سبب من أسباب الله عز وجل، وإلا فلم يكن ليوفقني الله عز وجل لأنشره معكم، فانشروه مع غيركم. السلام عليكم.